هلا حبايب قلب المتابعين الغاليين، عيد سعيد، كل عام وانتم بخير. ان شاء الله نعاد عليكم صحة وسلامة وراحة البال. حبايبي جيتكم اليوم بروتين كلش حلو بنات. هذا الروتين قبل العيد سويته، بس ما صح لي نزله لكم لان رحت البيت اهلي وعد بيت اهلي ما قدرت امنتجه لكم بنات. اول ما بلشت انظف بالمطبخ وهذا الرف اول هيل بلشت بيه، لان بنات صار لي فترة ما منظفته. نزلت الاغراض اللي عليه وجلفته كل زين، وبعدها غسلت هذن الأجهزة بنات ولمعتن ورجعتن بمكانهن. وأول ما رجعت البنات رحت على الطباخ الكهربائي، غسلته جلفته كل زين، وجلفت هذا الميز الجوال وجلفت الحايط والكاونتر همينه بنات، وشلت هذا الجلاس شوفنا والهيل غسلته وبعدين شلته، بس ما صورته لكم بنات حتى الفيديو ما يطول عليكم وتملون. وغسلت الطباخ بنات ونشفته بهاي السفنجة، شلت الزاهي بهاي السفنجة، وبعدها اجيت بالوصلة بالخاولي بنات نشفت الميز الطباخ كله والطباخ الكهربائي والكاونتر كله مسحته بنات بهالشكل. هاي اول هي السيم والساهي، وبعدها بالسفنجة غسلتها بالماء ووراها بالخاولي بنات. واجيت على الماعين غسلتين الماعين كاثرين شلون ما اعرف، صدقوني بنات اغسل الماعين منها ورجع يتكومن علي منها، اغسل منها ورجع يتكومن، وكاني فرخن وكاني ما غاسله الماعين. انتو هم هيك لو بس انا بنات اغسل الماعين هواي؟ والله عاد انا البنت تساعدني او كل هذا ما ملحقين والله الحمد لله بنات. وهاي العيون مالت الطباخ خليتن على هذا الطباخ الكهربائي، وخليت عليهن ماي والخاشوقة مندوزي وجلفتن كل زين، خليتن فورا لحد ما فارن بنات. نزلتن جلفتن بالساهي وبعدها نشفتن بالوصلة مثل ما واضح قدامكم بنات. هاي العين ما عدت حطيتها على الصوبة ونسيتها، مرة حرقتها لان صارت سودة لان ما استخدمها، وغسلتها وحطيتها على الصوبة وما عدت لما ذكرتها لقيتها مايعة كلش منتهية بنات. بعدها جيت على هاي الغرفة رتبت المكياجات مالاتي مسحتها والهيل، وبعدها رتبت المكياجات كل زين بنات. هاي المجال خليت بيه الكريم الأساس، وبعد شنو خليت القرآن مالتي ما خليت بيه هواي أغراض بنات، وخليت هنا هذا المجال خليت بيه المسكارات والكحل، والرف الفوقا خليت بيه الماسك مالت الوجه بنات. أنا مخلصة يعني هالأيام مخلصة بهذا التصوير جدت مخلصة مرطبات، مخلصة عطور. فمن رحت البيت أهلي اشتريت هاي الحمر بنات، مو دائما استخدمهن فلهذا السبب خليتهن هنا بس. هذا البنات الباقيات دبيتهن هواي والله، دبيت أغراض لأن لقيت بنات مكسرات ومخربات تخريب. هذا بنات دائما استخدمه الخدودي، وهاي الحمرة اللي بصفة أنا أكثر شي استخدمهن. هذا المالات بناتي لعبت بيهن خليتهن هنا. هذا البنات الحمر هيك ألوان أنا أكثر شي أستخدم. هاي بنات استخدمها الخدودي، وهاي الحمر السحرية دائما استخدمها بالبيت يوميا يعني. هذا الفازلين مالت الشفايف مال البنات، وهذا المرطب ومال التعرق والبوطرة خليتهن على الميز. هاي بنات المحابس، هذا أنا ما مشتريتهم صراحة، شفتن عند خواتي لابساتي وجبتهن بنعتين. هنا ما يلبسنهن دائما هيك يعني، بس يشترن ويخلن يقول احنا متجين نعطيك اياهن. شوفوا بنات هاي هنا فرشت الشرشف على الشرباية، ونزلت المكياجات كلها علي. العدسات كلها لقيتن مكسرات وناشف مالهن وذبيتهن. هنا رتبت بنات هاي السيروم يخبل على الوجه، يخلي الوجه صافي ويلمع لمع، يخلي بيه لمعة بنات. وهاي اللي يصير شو تسميه الوحام اللي يصير بالمرة يعني مالت أيام النساوة، فيصير هيك بقع بالوجنات وبالوجه بنات بسبب الحمل. هاي كلها يشيلها لكم. شو بنات أنا استخدمت هذا كله أول مرة يعني أستخدم هيك يعني شغلات الوجه أكملها، كل مرة أستخدم شي قسم من عنده وأذبنه، بس هذا كل زين بنات والطمة مفعولية الوجه يخبل. هسه إن شاء الله هم من هيك أروح أشتري من عنده.
بنات شوفوا خليت بنتي تنظف الثلاجة غسلتها، وأنا جيت هنا غسلت هاي الفراشات الأغطية مالتنا، لأن زوجي إجاني قال لي روح اليوم أوديكم لهيكم أريد أروح للزيارة بنات. فقلت خلنا نغسل الفراشات مالت النوم كلها والأغطية مالتنا. والله ما قصرت، الفراشات والأغطية كلها غسلتها، ترست السطح ترست الطارمة كلها فراشات بنات. هنا بعد ما خلصت يعني غسل الحمد لله حطيت فحمة على النار، وجيت رشيت هذا المعطر الوردي ومسحت بالخاولي بنات. وهنا بخرت البيت والحمد لله ظل عندي بس العشاء راح أسوي ما شاركت وياكم.